هتحط الورقه المكتوب عليها باللون الاحمر ده جوه الطبق ده. الميه اللي فيها دي فيها سر. الفيديو ده من اخطر الفيديوهات اللي انت هتسمعها مني، ومصيبه بتحصل في بيوت كتير من المسلمين. صلوا على سيدنا النبي واسمعوني وركزوا عليه الصلاه والسلام. جات لي رساله من اكتر من حد ومتكرره، قالوا لي بنلاقي في ورق زي ده مكتوب عليه باللون الاحمر، وفي بلاوي سودا مكتوب عليها وطلاسم زي دي ودي في بيوت كتير من المسلمين، جوه دولاب، تحت مخده، تحت الكنبه، تحت السرير، حاجات مش متشافه. الورق ده بيبقى معمول بيه بوقف حال، بحسد، بعين، باعمال سفليه، حاجات بتودي في داهيه. تلاقي واحد حاجاته متعطله ومفيش توفيق في اي حاجه في حياته، بتبقى عباره عن اعمال حد عملها لك. بكل بساطه لو لقيت ورقه زي ديت في بيتك، فانا عاوزك تجيب الطبق اللي احنا شفناه من شويه ده، ايوه دوت، والميه اللي جوه دي هتقرا عليها، ميه عاديه من الحنفيه، هتقرا عليها صور بسيطه جدا انت حافظها. ركز واكتبها ورايا. اول حاجه هتقرا سوره الفاتحه، هتقوم حاطط بقك كده فوق، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخر سورة الفاتحة. ثم آية الكرسي رقم 2، ثم قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، وأخيرا قل أعوذ برب الناس. بعض الناس المختصين قال إن أنت ممكن تزود سورة الزلزلة، فأنت هتقرأ السور دي ببقك بترتيل زي ما أنا عملت من شوية في سورة الفاتحة، وتيجي عن المية دي وتحط شوية معطر، شوية مسك، شويه ميه ورد، وتقوم جايب الورقه دي المكتوب عليها بالاحمر وتقوم مغطسها كده اهو. بص ركز، تغطسها كده اهو. بص حاطين الورقه ازاي. هتسيب الورقه ديت كذا مثلا ساعه، 3 يوم، لحد لما اللون الاحمر ده اللي انت شايفه ده يدوب في الميه. هيدوب فين؟ في الميه. بعد كده تبدا بقى تبص على الورقه، تلاقيها خلاص كل اللي عليها نزل في الميه. تقوم مطلع الورقه، ورقه فاضيه، هيبقى خلاص كل الاحمر اللي عليها راح، وتقوم رميها في الزباله، خلاص ما عادش لها اي قيمه. والميه اللي ساح فيها اللون الاحمر ده هتقوم دلقها فين؟ مش عندك في الحمام، وانما في جنينه في الشارع، في ارض زراعيه. وانت بتدلق الميه دي تقول ايه الكرسي عشان تحفظ نفسك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، الى اخر الايه في سوره البقره. انتوا اكيد حافظينها، ولو مش حافظها ممكن تطلعها من سوره البقره، رقمها 255. اقراها من الموبايل او من المصحف، مفيش مشكله. عاوزك بقى طول حياتك زي ما انت بتاكل وتشرب، اوعى تسيب اذكار الصباح ولا اذكار المساء. اذكار الصباح دي بتتقال امتى؟ بعد صلاه الفجر مباشره. واذكار المساء امتى؟ بعد صلاه العصر. لو انت نسيت غصب عنك مره كده كل شهر، او راحت عليك نومه، قولها برضو حتى لو صحيت الساعه 8 الساعه 9. فزي ما الصلاه ليها مواعيد، فبرضو اذكار الصباح واذكار المساء ليهم مواعيد. وبرضو عايزك تقرأ سورة البقرة، تداوم عليها على طول، وتخلي سورة البقرة شغالة في البيت. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الصلاة والسلام، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. طبعا ده كله كوم، والصلوات الخمسة دول كوم تاني. ما ينفعش إن أنت تعمل كده وتسيب الصلاة، لازم تحافظ على الصلوات الخمسة كلهم في مواعيدهم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم حدد لك مواعيدهم بالظبط. الفجر في وقته، والظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقته. أنا عاوزك بقى تشير الكلمتين دول وتبعتهم لغيرك، عشان في غيرك فعلا مش عارف يعمل إيه في الورق اللي لقاه دوت، فتدله على الصح. وما تنساش ان الدال على الخير كفاعله. اوعى تنسى تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام.